لما بنتكلم عن أحمد حسام ميدو بنفتكر الأهداف والاحتفالات واللحظات الذهبية اللي كتبت اسمه في تاريخ الكورة. نجم سطع في سماء الكرة المصرية والأوروبية، حاجة كده محدش يختلف عليها. لكن هيحصل ايه لو قلتلك ان الفينيق عاد من رماده، وبعد 11 سنة من التوقف ميدو هيرجع للمستطيل الأخضر وهو عنده 41 سنة. غالبا ميدو لقى انه وسط الفساد اللي في المنظومة في الكرة المصرية لو رجع ما حدش هياخد باله. في وسط قعدة لذيذة ورايقة لميدو وابراهيم عبد الجواد في برنامج الهدف على قناة اون تايم سبورتس 2 بيتكلموا فيها عن بعض الفنيات اللي في الماتشات المصرية، قام رازعنا ميدو واحدة: انا هرجع العب تاني في الدوري المصري. والله زي ما بقولك كده. وقال لك احتمال كبير ارجع العب، انا ما اعتزلتش، انا خدت اجازه 10 سنين باخد فيهم خبرات، وانا بحضر نفسي بدن الفتره الحاليه وبتمرن مع فريق 19 سنه بنادي الزمالك، وبنسبه كبيره هكون متواجد مع فريق في الدوري الموسم اللي جاي وهسجل 10 اهداف كمان. هتقول لي يا عم بيهزر، ما حدش بياخد على كلام ميدو يعني. طب اسمع المفاجاه بقى يا سيدي. نادي القناه قدم له عرض علشان يلعب معاهم الفترة اللي جاية، وعلشان تصدقني محمد خطاب مدير التعاقدات بنادي القناة صرح ان اسم أحمد حسام ميدو كبير، وتواجده بأي فريق سيحدث فارقا كبيرا فنيا ومعنويا. وأشار إلى أن ناديه تقدم بعرض ريسكي إلى ميدو للانضمام إلى صفوف نادي القناة، ومنتظرين عقد جلسة معاه لدراسة خطته. وأضاف أن ميدو مهاجم مميز وهيكون إضافة لأي فريق يرغب في ضمه نظرا لقلة المهاجمين المميزين في الدوري المصري. ويلعب نادي القناة في دوري المحترفين ويطمح للصعود إلى الدوري الممتاز الموسم اللي جاي. ميدو اللي آخر مرة لعب فيها كان في 2013 بقميص بارنسلي الإنجليزي الدرجة الثانية، وشارك معاه في ماتش واحد بس. هيرجع يلعب تاني في الدوري المصري. غرائب وطرائف الإيجيبشن ليج أصل هنقول غير كده. ميدو بدأ حياته الكروية لاعبا في نادي الزمالك سنة 1999، وانتقل بعد كده لنادي جينيت البلجيكي في 2000. وفي 2001 راح ميدو لنادي اياكس الهولندي اللي أعير من خلاله لسيلتا فيجو الإسباني، وكانت محطته الثانية في نادي مارسيليا الفرنسي. وبعدين اتنقل بعدها لنادي روما الإيطالي عام، ومنه لتوتنهام الإنجليزي عام. آخر نادي التحق بيه ميدو هو بارنسلي الإنجليزي في نص 2012، والتحق بصفوف الفراعنة من 2001. وأعلن ميدو اعتزاله اللعب نهائي في 10 يونيو 2013، وبعد كده تولى مهمة المدير الفني لنادي الزمالك في 21 يناير 2014 ل 30 يوليو 2014، وفاز معاه ببطولة كاس مصر. وبعدها قاد الإسماعيلي المحطة التدريبية الثانية له، وبعد كده تولى تدريب الفريق الأبيض للمرة الثانية، وبعد كده درب وادي دجلة قبل ما يرحل، وهي المحطة التدريبية الأخيرة له. وبشكل عام لعب ميدو طول مسيرته الكروية 277 ماتش، وسجل 84 جول، وقدم 38 تمريرة حاسمة. وعلى الصعيد الدولي لعب 50 ماتش مع المنتخب المصري، تمكن خلالهم من تسجيل 19 هدف ومن غير ليه. احنا عارفين انه ممكن لاعب يعتزل اللعب الدولي ويرجع تاني، ده في حالة ان المنتخب محتاجه، لكن يتوقف خالص 11 سنة ويرجع تاني يلعب؟ غريبة دي. بس خليني اقولك ان ميدو مش اول ولا اخر حد عمل كده، ده في غيره كتير. واشهر الناس دي مثلا اسطورة البرازيل رونالدينيو اللي اعتزل اللعب مع المنتخب وغاب عن نهائيات كاس العالم جنوب افريقيا 2010، لكنه عاد وواجه الارجنتين في 2011. وفي القارة الافريقية عاد الكاميروني روجيه ميلا من الاعتزال بأمر من الرئيس، وقاد منتخب بلاده الربع النهائي في كأس العالم ليصبح أول منتخب أفريقي يحقق هذا الإنجاز. وفي عام 1994 أصبح ميلا أكبر لاعب يشارك في كأس العالم. وكمان الهولندي مارك أوفرمارس اللي اعتزل في 2004 بعد مسيرة طويلة مع آياكس أمستردام وأرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، وبعد 4 سنين قرر انه يرجع من خلال النادي اللي بدأ فيه وهو جو أهيد إيجلز لمساعدته في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى. الخلاصة انه ميدو راجع للدوري بعد 11 سنة من الغياب وفي سن 41. عارفين اللي بيرجع يدور على السي دي القديم اللي كان بيحب يسمعه، بس لما شغله يكتشف انه ما بقاش يشتغل زي زمان؟ اهو ده بالظبط اللي بنتمناه ما يحصلش مع ميدو. يا ترى ميدو هيرجع بلمساته السحرية اللي كنا بنشوفها زمان، ولا هنلاقيه بيلعب كأنه بيسمع أغنية مش عارف كلماتها؟ الأيام جاية وهتكشف لنا إذا كان رجوع ميدو هيكون زي رجوع الأبطال ولا مجرد فصل جديد في مسلسل كوميدي جديد. شاركونا برأيكم في الكومنتات وتابعونا على المستديرة علشان تعرفوا كل جديد.